القرآن حسناه وحسناه حسناه وحسناه. واقترحنا مقترحا احنا يمكن ذكر في بيان بالعنوان مالت قناة النعيم أنه نجعل يوما من الأيام الأولى من 10 من محرم، يعني احنا الأصحاب الحسين عليه السلام نخصص لهم كلهم أيام، مثل يوم 7 لأبي الفضل العباس، 8 للقاسم، لهم تدينا أيضا إلى مسلم بن عقيل باعتباره أول الشهداء بين يدي الحسين، ويوم 6 لأصحاب الحسين. جيد، هذا التوزيع مبارك حتى نذكر جميع الشهداء بذلك. فلماذا لا نتمدد؟ وعندنا الأيام الثلاثة الأولى تقريبا ما مخصصة لشيء، نجعل يوما للإمام الحسن السبط عليه السلام، لأنه الحسن السبط تعلمون ولادته في شهر رمضان تقريبا، ما أقول الضيع، اسمه ذاك الإحياء الذكر، واستشهاده في 7 صفر، هم يذوب في الأربعينية والمشي والمراسيم، فكأن ذكره يعني أكيد نحن لا نفي بحق أبي محمد الحسن السبط أكيد المجتبى، لا. فأقول إذن وله علقة بقضية الحسين عليه السلام. الإمام الحسن عليه السلام بصلحه بحكمته كشف زيف دعاوى الأمويين فمهد لثورة الإمام الحسين عليه السلام. لولا هذا الفضح الذي مارسه الإمام الحسن لسياسة الأمويين ولمظالمهم طيلة السنين لما كانت الثورة جاهزة بيد الإمام الحسين عليه السلام. فإذن نستطيع أن نقول أول الشهداء مو بين يدي الحسين على كل، الإمام الحسن هو إمام على الحسين عليه السلام، لكن مثل ما مسلم بن عقيل أول الشهداء شهداء كربلاء، لا نعتقد أن الشهادة ممتدة إلى الإمام الحسن عليه السلام، هو الذي مهد لثورة الحسين. فيحسن يعني بخطبائنا، بأصحاب المواكب، بأرباب العزاءات الحسينية أن يخصصوا يوما على الأقل، ولا يمكن أكثر يكون للإمام الحسن السبط عليه السلام من الأيام التي لم تخصص لغيره، يمكن يوم الثاني يوم الثالث ما مخصص لأحد، أو اليوم الأول. على كل مقترح نضعه بين أيديكم فيه بعض الوفاء للإمام الحسن ورفع بعض التقصير بحق الإمام الحسن، وإدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بإحياء ذكر ريحانته، أول الريحانتين وأول السبطين وأول السيدين. روحك روح الله، قلبك بيت الله.